أستاذ أحمد، معك جريدة الشاهد. علمنا أنك تعرضت لحادث اعتداء. جينا نحب نعرف شنو صار بالضبط. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك. وبالنسبة للحادثة يعني باش نقول لكم على طوارها إن شاء الله. يعني بالنسبة اليوم كنت قاعد أنا في قهوة أنا وصديق سي إبراهيم هذا، ويعني احنا كنا نشرب القهوة الصباح تقريبا 11 تاع الصباح قاعدين، وفما جماعة يعني قاعدين في جنبي طاولة قاعدة، وإذا بيه جاء الصحافي ذاك هيثم المكي. أنا ما عنديش بيه علاقة، لا نعرفه كصحافي كاو. بداو يحكيو هو خاطر اللوطة واقف، احنا قاعدين عالي شوية في بريوة عالي شوية القهوة في مون بليزير. اصل بدا يتكلم، جبت جريدة لو مغرب جو كروا لو مغرب، خاطر تصور النهضة، هاي النهضة هنا في كذا كلام زيد نعملوا كذا جماعة حتى التصوير نتاع إشهار هاو النهضة اللي كذا كلام، يعني كلام مقزز وكلام خايب ياس، كلام زيد فاحش وكلام، وهم جماعة كلام 4 ولا 5 من الناس قاعدين مع بعض قدام موزايك، كلام يعني ما يصيرش. تلفت لوين تي كلام الناس كل تسمع شنو تفهم نساء قاعدين جنب منا ومنا. تلفت له انا كلمته قلت له عيب، قلت له انت صحافي المفروض يعني المفروض ما تقولش كلام كيف هكا وعلى النهضه. قلت له ما تقولش كلام هذا، وعليه قلت له انت المفروض الصحفيين يعني يهديوا الجو مش يسبوا ويحرضوا يا خويا شو نقول لك، زاد هيجه ما تنجمش تتصور في بالك شنو حاصل. لا انا مش ولدي، صاحبي اللي قاعد معاه فهمني. بعد يعني هو جاي باش يمشي، قلت له انا كلمه، قلت له لي شيا بواي لا كارافان باس. ثم واحد انترفينون قاعد معاه قال له اسمع هاي ثم جاي جرى وقال لك ولا عاود رجع. اش باش نقول لك، بدا يقول في كلام اكثر من مره، ولا يعملوا برادونور وكلام فاسد ويشد، يعني يعمل في حاجات ما تتقالش. على الرجل خرج على طاقته، مش كلام هيك. انا غافل قاعد انا في طاولتي ما تحركتش، قعدت في الطاوله. قلت له انت ما تجي شيء وهذه اخلاق، انت ما عندك حتى اخلاق وما تنجم تجي حتى شيء. راك انت للهام هز حاجه ما عادش قرب، هو الحقيقه ما نجمش بو با ليدونتيفي، خاطر الحاجه اللي ضربني بها ما نجمش نفهمها انا، ودا نسالكو عمل هكا وضربني. الحقيقه انا ما حسيت ضربه لكن ما فهمتهاش. قالوا لي لا راهو دمه ترى شنو، الجماعه اللي معاه مشاو يجريو هزوها الحاجه اللي ضربني به، ما نجمش بو با ليدونتيفي باش ضربني ما نعرفش فهمت. وبدا كلام ونساء وخرجت وعباد وإدارة، تعرف الإدارات الغادي، ويقول في كلام غريب راهو. قلت له أنا ما نردش عليك، أنت قليل تربية وقليل أصل، تسمع فيا أنا ما نردش عليك، الكلام زايد ما نردش عليك، أما أنت تأكد راك ما تجي حد شيء وما عندكش قيمة. هذا اللي نجم نقوله لك، أنت ما عندكش حتى قيمة وما عندك حتى قدر فهمني. وبدا نتنهضه ونطيح النهضه ومن نطيحكم ونعمل لكم ومنحرق النهضه قلت له مع اني انا على خاطر في اول مره اش قال لي هو، قال لي انت ايش دخلك، هذه اول الكلام. قلت له انت نهضه تسب فيها، انا من نهضه تسب فيها، عليه تسب فيها نهضه، هذا الكلام كيفاه. وبدا يكمل عاد الكلام وبيكم وعليكم ونعمل لكم وكذا وكذا وكلام زايد، يعني كلام ما نجمش حتى انسان ما نجم يعاودوا، على خاطر كلام مش بتاع ناس بكل شنو كيفاش. انا جو مي دوموند نسال انا كومون سا سفي شخص كيما هذاك دخل الجامعه وعمل له 4 سنين وقرا واخذ شهاده. غريبه يعني غريبه انسان يتجرأ فيزاج يتسمى فيزاج بيبليك، يخدم في قناة كان وفيزاج بيبليك الناس تعرفه، يتجرأ ويقول كلام فاسد كيكا دوفون تو الموند، نساء ورجال تسمع ولا قدر، وانت راجل كبير نعم كذا الى غيره. يعني هذا الكلام اللي تم اجماله. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني انسان ما كانش عنده حتى نيفو، ما عنده حتى مستوى باش ينجم يتجرأ ويتكلم على الناس بالطريقه هذيك ويعمل العمل.